حقيقة طلب أحمد فتوح لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك. مصدر من داخل نادي الزمالك رد على ما تردد إعلاميا وصحفيا عبر وسائل الإعلام المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن طلب اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب مستحقاته المتأخرة. المصدر من داخل نادي الزمالك نفى تماما هذه الأنباء، وأكد أنه لا صحة تماما لطلب أحمد فتوح لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، مؤكدا أن هناك مفاوضات تحدث حاليا من أجل تجديد تعاقد اللاعب والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم، مشددا أن أحمد فتوح وافق على تجديد تعاقده مع الزمالك، وليس من المنطقي أن يطلب اللاعب فسخ تعاقده عقب الموافقة على التجديد مباشرة. وأكد أيضا أنه تم عرض مبلغ جيد على اللاعب من أجل تجديد التعاقد مع نادي الزمالك مع تواجده من لاعبي الفئة الأولى داخل الفريق.